بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهر رمضان شهر الصيام والقيام، وشهر قراءة القرآن الكريم، شهر العتق والغفران، وشهر تجاب فيه الدعوات. أسماء، أنا نفسي أدعي ربنا مرة ويستجيب لي. يا أسماء قولي لنا طريقتك إزاي في الدعاء. يا أسماء إزاي أحضر ورقة الأمان اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. أنا مفيش أي دعاء بيستجاب لي نهائي، ونفسي رمضان ده بقى أحلامي كلها تتحقق ودعواتي كلها تستجاب. فقولي لنا يا أسماء على طريقتك في الدعاء. أنا هنا علشان أقول لكم طريقتي في الدعاء. طريقتي في الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج واسطة، ده رقم واحد. تاني حاجة، ربنا سبحانه وتعالى عايزك تعامله باليقين، عايزك تعامله إن أنت مصدق كلامه، مصدق كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى كل اللي طالبه منك عشان يستجيب لك دعواتك إنك يكون عندك يقين. يعني إيه يقين؟ يعني أنا مصدقه سبحانه وتعالى، مصدق وجوده، ومصدق إنه سمعني، ومصدق كلامه. سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. خلاص الأمر منتهي، ربنا سبحانه بيستجيب. هو اللي قال لنا وإذا سألك عبادي، حتى ما جعلش بيننا وبينه سبحانه وتعالى واسطة. حتى لو كان أحب خلقه إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا قال له فإني خلاص مفيش واسطة بيني وبين عبادي، خلاص أنا مصدقة إن في ربنا موجود. هو ده السر. ربنا سبحانه وتعالى عايزك تروح له بقلبك، عايزك تروح له بقلب حاضر. والله العظيم لو رحت له بقلب حاضر مصدق. ازاي؟ تعالى نقربها اكتر. انا مصدق ان ربنا حالا وانا بكلمه وانا بناجيه انه سامعني، مستشعر وجوده سبحانه وتعالى حولي، مستشعر انه حاسس بآلامي، ومستشعر انه احن عليا من الدنيا كلها، ومستشعر انه ما خلقنيش عشان يعذبني. وانا اكون متاكد اني لو حرمت من شيء ان ده بسبب ذنب انا عملته. تعالوا نقربها اكتر. خلينا الاول دلوقتي احنا نقول ان رمضان فيه دعوات مستجابه. مبدئيا كده انا اتفقت معاكم ان في ورقه اماني في نوت عاديه او في الموبايل، اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات، ارجعوا له الناس اللي ما شافتوش هيفيدكم باذن الله. فهنحضر الادعيه بتاعتنا. ايه الفكره من ان احنا نكتب ادعيتنا؟ علشان تبقى حاضره، عشان ما ننساش، عشان لما نيجي ندعي فما نبقاش متلخبطين بقى احنا كنا عايزين ندعي بايه الاول وايه الاولى وايه الحاجات المهمه بالنسبه لنا. فدي بمثابه ان هي حاجه بتذكرك، وفي نفس الوقت علشان باذن الله لما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعواتك تيجي بقى تشوف كده ايه الادعيه اللي انت كنت بتدعيها، لان انت ممكن تنسى برضه يعني. ممكن مش اول ما رمضان يخلص الادعيه مثلا تستجاب، حسب اراده ربنا سبحانه وتعالى وتهيئته للاسباب، وحسب حكمته في الوقت المحدد. هو استجاب خلاص، ولكن في حكمه بقى، الوقت بقى هو الحكمه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فعشان بقى بترجع للنوت بتاعتك وتشوف تقول الله انا كنت داعي كذا وكذا يا الله، وعملناها كتير. فانا ما عنديش سر في ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لي قد ما هقول لكم على ان ربنا عايز منك ايه عشان يعطيك. هقول لكم على جدول كده. هو ربنا سبحانه وتعالى كمان مش محتاج جدول، ولكن الجدول ده بفكرتنا بيعتبر بمثابة حاجة تنظيمية. يعني احنا الجدول عشان ننظم، فاحنا عايزين جدول او بلاش جدول، الخطة اللي احنا نمشي عليها علشان يعني نبقى مرتبين افكارنا. المفروض اصلا احنا محضرين نفسنا، المفروض اصلا طول السنة اللي انا هقوله ده طول السنة، بس بنعتبر رمضان فرصة للتغيير، وفرصة إن إحنا نبدأ إنسان جديد، وفرصة لعل ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا فنتوب. بنجاهد نفسنا. يلا بقى الجدول أو الخطة اللي إحنا هنمشي عليها، وبإذن الله يقينا يقينا ربنا سبحانه وتعالى مجيب. بما إني قلت يقينا، فأول حاجة اليقين، وقلت لكم إن هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن ظن خيرا له وإن ظن شرا فله. فأنا مصدقك يا رب العالمين، وعارف إنك مجيب، فخلاص أنا صدقه. يعني بصوا أوصلها لكم إزاي، صدقوا إن ربنا معطي. حس حاجتك قوي، حس وجعك وحس طلبك وحس مشكلتك وحس مسألتك، وانت بتخاطب ربك او انت بتكلم ربك من صميم قلبك، قول له على اللي جواك. طيب ربنا سبحانه وتعالى مش عايزك فصيح بليغ تطلب منه بمقالات، عايزك كده بلغتك العادية، بلغتك العامية، عايزك بلهجتك العادية خالص، عايزك بقلبك فقط، مستشعر
إنه سبحانه وتعالى، أو مش مستشعر، أنت موقن إن هو المجيب سبحانه وتعالى. فده رقم واحد عشان ربنا يعطيك إن أنت مصدق إنه موجود. ابكي بين يديه سبحانه وتعالى، ابكي له، قول له، روح قول له يا رب أنا والله في واحد اتنين تلاتة، أنا حصل معايا واحد اتنين تلاتة، حد مزعلك؟ يرضيك يا رب، يرضيك اللي حصل، يرضيك يا رب الموقف الفلاني، يرضيك يا رب الظلم الفلاني، يرضيك يا رب كده. مريض، يا رب أنا بي ألم ولا أقدر على احتماله، أنا مش قادر أتحمل الألم ده يا رب. يا رب أنا عايزة رفيق صالح كي أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا فأنت بي بصير. اللي عايزين الأزواج الصالحين، قولوا لربنا بينكم بقى وبينه، انتوا عايزين الزوج الصالح ده ليه؟ قولوا ربنا واحد اتنين وتلاتة وأربعة عشان كذا وكذا وكذا وكذا، واستشعر حاجتك وابكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ياه، انت حبيبه اصلا، فما بالك لما يشوف قلبك منفطر وبتبكي وبتتألم تطلب منه. حب ربنا، ربنا بيتحب، والله العظيم. حب ربنا، حنين، بيقبلك بذنوبك وبمعاصيك. يعني احنا هنتوب عن الذنوب، هنقول برضو ايه الحاجات اللي بتمنعنا، بس انا بقول بيقبلك، بيقبلك وعايزك وعايز رجوعك ليه وبيحبك وعايز يتوب عليك اصلا، وبيحب لما بترجع له. قربت له شبر بيتقرب لك ذراعا وباعا، وبيكون سمعك اللي بتسمع بيه وبصرك اللي بتبصر بيه ويدك التي تبطش بها. عارف يعني ايه؟ يعني لو حد بيذكرك بسوء هيدافع عنك، لو حد ظلمك هيجيب لك حقك منه، وهكذا بقى. فحبوا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى والله حن علينا من الدنيا كلها، من أبونا وأمنا وأزواجنا وأولادنا ومن الناس أجمعين، من العالمين أجمعين. ده رقم واحد، اليقين في الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، أنا دايما بشوف إن في بيبقى موانع لإجابة الدعاء. الموانع دي تبطئ استجابة الدعوات، ودايما بشوفها إن هي الآفة لكل شر في حياتنا. تعالوا نعدها. أول حاجة، ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات مهلكات، مهلكات. يعني ايه ذنوب الخلوات؟ يعني وانت قاعد لوحدك فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فقول لنفسك كده، ووصل لمرحلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. لو وصلت للمرحلة دي، لمرحلة الإحسان، وصل لمرحلة اتقاء الله. يعني إيه أتقي الله؟ يعني أتبع أوامره وأجتنب نواهيه، يعني أراعيه في السر وأراعيه في العلن. عارفين انتوا زي ما بنقول بالعامية، أعمل حسابه، أعمل حساب وجوده، رغبة ورهبة، رغبة وطمعا في عطاياه ورهبة منه من بطشه وعذابه. لأن قد ما ربنا حنين قد ما هو يعني عزيز ذو انتقام. إن بطش ربك لشديد. بس مع اللي لم يتقي ولكن معاك يعني حنين، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. يبقى ذنوب الخلوات نتقي الله سبحانه وتعالى، يعني ما نأذيش، ما نأذيش حد. لو بإيدينا نأذي حد ما نأذيهوش، لو بإيدينا نوقع حد في مكائد ما نعملش كده. عملنا كده واحنا مش واخدين بالنا أو بطريقة غير مقصودة، نرجع لرب العالمين ونتوب. ونقطة مهمة جدا 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 بتحبط العمل وبتخلي دعواتنا أبعد من إنها تستجاب، هي الغيبة والنميمة. الغيبة ذكر أخاك المسلم بما يكره. خلاص كلنا عارفين إن إحنا لما نذكر حد في غيبته بما يكره فدي غيبة. الغيبة والنميمة من موجبات عذاب النار، أهم أسباب إن دعائنا ما يستجابش. فنبعد عن الغيبة والنميمة، مش في رمضان بس بقى، في كل وقت وحين. بعد كده نيجي لنقطة مهمة، عقوق الوالدين. لو في عقوق للوالدين ده من موانع استجابة الدعاء. وأكل الحرام نقطة مهمة جدا، أكل الحرام من أهم موانع استجابة الدعاء، هي أكل الحرام. وده هيندرج تحت بند إن مفيش اتقاء لله سبحانه وتعالى. خلينا نقول إن اتقاء الله سبحانه وتعالى هو الحاوية لكل حاجة. تقينا الله يبقى هنعمل كل حاجة ترضي الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وهنجتنب الغيبة والنميمة وذنوب الخلوات طيب لما هنتقي الله سبحانه وتعالى هيحصل لنا ايه؟ تعالوا بقى نشوف الوعد الرباني، ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق بقى في كل شيء، مش بس الرزق المادي اللي الناس دايما عقولهم واقفة عند فكرة الرزق المادي، رزق في كل شيء. يبقى علشان ربنا يستجيب لك دعاء، راعي الله سبحانه وتعالى ووصل لمرحلة الإحسان، وهو إنك تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه
نقطة مهمة جدًا، جدًا. أنا وقعت في الذنب، أموت بقى وانتهي وما اروحش لربنا وعندي ذنوب بقى وعاصي وعندي بعض الإخفاقات، خلاص بقى أروح أنتحر، خلاص ما فيش أمل في حياتي، ما فيش أمل إن ربنا يعطيني، ما فيش أمل إن أنا أُشفى، ما فيش أمل في الزواج، ما فيش أمل في الرزق، ما فيش أمل في الأولاد. لا، 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 حاشا لله سبحانه وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: "لا تقنطوا من رحمة الله." القنوط هو أعلى مراحل اليأس، فقال لك لا تقنط، يعني ما قالكش لا تيأس، قال لك لا تقنط، يعني ما توصلش لمرحلة تقول أنا دعواتي ما بتستجابش ومش هيستجاب لي خلاص، أنا عرفت نصيبي في الدنيا، أنا عرفت إن ما فيش. والله بيستجيب، أقسم بالله سبحانه وتعالى بيستجيب وبيعطي وبيسمع ومجيب وقريب وسميع وعليم وحنان وبديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ورزاق ووهاب وفتاح وعليم. اسمعوا عن أسماء الله الحسنى، اقروا عنها، اسمعوا عنها كتير وانتوا تعرفوا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والله العظيم كلام من صميم القلب. انت يا مذنب، انا يا مذنبة، خلاص افقد الامل؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى عايزك لما تخطئ ترجع له. ما انت راجع له ليه؟ عشان انت عارف ان في رب، عشان انت مؤمن بيه. وما انت هترجع تقول له استغفر الله العظيم ليه؟ عشان انت موقن ان في رب يغفر الذنوب وان في رب بيعاقب. فانت راجع له عشان هو عارف انه غفور رحيم. روح له قول له يا رب انا ما عصيتك واستغفر، غلبني يا رب هوى نفسي وانا انسان، وانا بزعل من نفسي فسامحني، حقك عليا يا رب. قول له كده، قل له يا رب أنت الغفور الرحيم، اغفر لي يا رب، اكفيني شر هوى نفسي يا رب، اكفيني شر هوى نفسي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وغنيمك من فضلك عمن سواك. وتوب لله وارجع، علشان الذنوب دي هي مهلكات. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. لو تاب عليك انسى واسأله سبحانه وتعالى الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعهده سبحانه وتعالى انك انت هتتوب عن الذنب ومش هترجع له. لو رجعت له يعني غلبة الهوى، ما تكونش عن عمد، غلبة الهوى رجعت للذنب، توب تاني. كل ما تخطئ توب وهيتوب عليك وهيقبل منك توبتك، بل هيحبك اكتر. وقتها بقى لما ربنا يحبك هنيئا لك. يوم ما ربنا يحبك ويلمس فيك صدق توبتك، صدق لجوءك وصدق احتياجك ليه سبحانه وتعالى، انت بتدعوه دعاء المضطر. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. مين هيجيبك؟ مين هيسمع لك غيره سبحانه؟ ليس لنا ملجأ من الله الا اليه. ففروا الى الله، فر اجري على ربك، اجري. رمضان فرصه عظيمه، وعندنا ربنا بينزل كل يوم في السماء الدنيا سبحانه جل جلاله نزولا يليق بجلاله. بيطلب مننا بقى: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه. يلا تعالوا في رمضان، يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. دعوات بقى في رمضان بقى ان انت يا اللي عايز الخير تعالى اقبل، ويا اللي عايز الشر بقى خلاص ارجع بقى وارضع وفوق عن شرك وارجع لربك. انا موقنه ان الانسان لو يجاهد نفسه على رضا ربنا سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة النفس في كل شيء عشان يوصل للسبيل رب العالمين أو يوصل لرضا رب العالمين. فأنا على يقين تام إن اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عليه وبيسخر له الطيبين من عباده، وبيبعد عنه المكاره والمصايب، وبيبعد عنه شرار الخلق. في شر الخلق والله العظيم. أنا مرة وقعت كده في عملية لف ودوران، يعني من فترة كبيرة، عملت لف دوران وكان الامر مش مريح بالنسبه لي. كنت حاسه ان الامر مش طبيعي، فلجأت رب العالمين بدعوه في قيام الليل وسجده: يا رب اكشف لي هذا الامر. والله ربنا سبحانه وتعالى كشف لي هذا الامر بطريقه، يعني الهمني بشيء كشفت بيه هذا الامر. فحسيت بقى يا رب الحمد لله ان انت بتنور بصيرتي وتخليني اعرف الدنيا حواليا شكلها ايه. فطول ما انت مع ربك، طول ما انت نضيف من جوه، سيبك من اللي يقول عليك كلام، سيبك من اللي ممكن يشكك فيك وفي نقائك ويشكك في عباداتك، او يقول فيك ان انت بتعمل حاجه رياء، او ان انت مش مخلص. مالكش دعوه بالبشر، عامل ربك وانسى البشر، عامل ربك وانسى البشر. نظف قلبك من الحقد والغل، لا تحقد ولا تغير. عارف الحقد والغل بيعمل ايه؟ بياكل في الانسان بياكل نفسه. عارف انت بياكل في نفسه، ما بيحرقش الا نفسه. اللي بيبقى قلبه مش مرتاح نام على مخدتك وانت مرتاح البال، لا شايل من حد ولا بتفكر في حد ولا بتحقد على حد ولا بتتمنى زوال نعم عن حد ولا بتتمنى الشر لحد. نام وانت مرتاح البال، وسيب من يمكر بيك ربنا سبحانه وتعالى يتولاه. ان الله يدافع عن الذين امنوا. نام مرتاح البال، علاقتك بربك طيبه، مأدي فرضك
وطائع لربك وبار بوالديك وبتتقي الله، وعلى الدنيا السلام. ربك هيدافع عنك وهيحفظك وهينصرك وهيرضيك وهيجبرك وهيجبر قلبك وهيعطيك. ولو أعطاك هيدهشك بعطاء، ولو أدهشك بعطاء خلاص أدهشك. عارفين الدهشة؟ والله والله لو أعطيته من رب العالمين هتدهشوا بعطاء. ده ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أعرف سبحانه الواحد الأحد جل جلاله. ده ربنا حنين وكريم وموجود وبيسمع. ادعوه ادعوه، قلبه حاضر. فقط روحوا له قولوا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. توبة صادقة من القلب هيقبلها منك وهيسمعك. الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل وقت مشهود مهم لحياتك، يغير حياتك. الثلث الأخير من الليل ده كفيل بحول الله وقوته سبحانه في السماء الدنيا بيقول لك تعالى ادعيني. فالثلث الأخير من الليل كفيل يغير حياتك. يا ناس يا اللي عندكم مشاكل، يا ناس يا اللي حياتكم بايظه، يا ناس يا اللي مسحورين، يا ناس يا اللي تعبانين، يا ناس يا اللي عايزين ارزاق، عايزين راحه البال. ده الرزق راحه البال ده بالدنيا، ولا الفلوس ولا المال ولا الجاه ولا الاولاد ولا راحه البال بالدنيا. العافيه، العافيه لا تقدر بثمن. شوف كم واحد معاه مال ممكن يكون عنده مرض والعياذ بالله مش مستمتع. بسأل الله العفو والعافية والهدى والتقى والعفاف والغنى. وروحوا لربنا وقول لكم ما تقولش أنا عاصي، لا، زاحم سيئاتك بطاعتك، وجاهد نفسك وجاهد هوى نفسك، وادعي لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللي عنده كلمة طيبة يقولها للناس، زي ما أنا طالعة بتكلم معاكم أنا عندي كلمة طيبة بقولها لكم، لعل ربنا يكتب لي بيها الأجر، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بنية كل واحد. اللي عنده موعظة حسنة يقولها للناس. وكلنا المفروض إن إحنا ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة. كل واحد يمشي يدعو إلى الله، يقول كلمة طيبة. كل واحد يمشي يكلم الناس عن ربنا. كل واحد لمس من رب العالمين الخيرات الكثيرة يطلع بنعمة ربي يحدث ويقول إن ربنا موجود ويتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. مهما اتكلمت عن إن ربنا بيستجيب لن أوفي الكلام حقه. وإن شاء الله لينا موضوع مطول عن قيام الليل والثلث الأخير من الليل، وعندي قصص فيها. عندي ليا قصص مع الحمد لله رب العالمين. كل شوية قصص قصص الحمد لله رب العالمين وقصص الكثيرين من حولي كثيرة لا تنتهي. ولكن لكل مقام مقال. في الوقت ان شاء الله انا دلوقتي طلعت اتكلم معاكم عن جدول العبادات، فحبيت ان اديكم نبذه على الناس اللي بتقول انا ربنا ما بيستجيبليش ليه، انا نفسي ربنا يستجيب لي، انا عايزه استجاب لدعواتي، نفسي مره استجاب لي بدعوات رمضان. يلا يلا بينا على الجدول بتاع رمضان، هقولها لكم بصوره نقاط من غير شرح. خلاص